السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي بقى صلوا على النبي واستغفروا ربنا اذكروا ربنا كتير، وادعوا ربنا وادعوا لي معاكم دعوة حلوة بظهر الغيب. ادعوا لي بالشفاء، ربنا يشفينا ويشفي كل مرضى المسلمين والمسلمات يا رب. احنا النهاردة عاملين فيديو مجمع. آه يا ريت بقى اللي تتفرجوا على الفيديو، اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك لو عجبكم الفيديو، وتعليق حلو منكم كده، وشير يا بنات لكل الجروبات والصفحات اللي انتم بتتعاملوا فيها. بحبكم في الله، ربنا يا رب ايه يبارك لي فيكم وبمعرفتكم يعني. انا هنا في الفيديو ده مجمع لكم الوصفات اللي انا مثلا كنت عاملاها في عزومة او حاجة، او في اي تنفع يعني افكار لعزومات، تنفع افكار لاي وقت يكون انت محتاجة تدلعي فيه كده اللي معاكي وتعملوا لهم جو مطاعم يعني. فهنا انا عاملة صينية بس متشكلة، صينية من الصواني اللي بتتقدم في المطاعم، عبارة عن رز بسمتي، بس انا عاملاه بالبديل اللي هو لسان العصفور بالشعرية. وكمان عاملة طواجن ملوخية، ولحمة ضاني عاملاها في برام تحفة قوي، والطريقة بتاعتها جميلة جدا، يا ريت تتفرجوا على الفيديو بتاعها. وكمان عاملة ايه تاني، كفتة برضو باللحمة الضاني. وعاملة كنتاكي اللي هو يعني السريع، سلقة الفراخ 3/4 سوا، وبعد كده الربع الباقي بقى بغلفه ايه بكفر كده وبقليه. بيعجب الأطفال جدا جدا وبيحبوه. ان انا كنت عملت الرز زي ما انتم شايفين، وكنت بقى جايبة فورمة قلب كده صينية، وحطيت الرز فيها وقلبته، وبعد كده وزعت حواليها الحاجات بقى اللي هي عبارة عن الكنتاكي او الفراخ المقرمشة زي ما تسموها، والكفتة، والقطع اللحمة اللي انا كنت عاملاها في الطاجن ده. الفيديو جميل جدا جدا وممتع، يا ريت تتفرجوا على كل وصفة فيها. انا مش عاملاه، مرضتش انزله فيديو طويل، ولكن عملت كل وصفة لوحدها عشان اي حد عايز الوصفة يخش يلاقي الوصفة بس، وما يتذنبش في القعدة قدام الفيديو. وكمان عشان ما تزهقوش مني وتتفرجوا عليا وتحطوا لي اللايك. صلوا على النبي بقى واستغفروا ربنا، وما تنسونيش من دعوة حلوة. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ويبارك لي فيكم وفي دعمكم ليا يا رب. حطوا اللايك بقى، ويا ريت تعلقوا لي بتعليق حلو كده. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يعني. آه يعني ربنا يبارك لي فيكم. اهم حاجة، انا كنت ممكن انهي الفيديو بسرعة، ولكن انا برضو قلت ايه، طب نكمل مع بعض. هي وصفة سهلة قوي قوي قوي، ممكن تكون اي حد ممكن يستفاد منها. انا كنت هنا عاملة الكفتة بعجينة سهلة قوي، ممكن تدخلوا برضو على الفيديو وتتفرجوا عليها. فهنا حبيت اللي انا اقطع لكم المقطع ده، المقطع الوحيد بس اللي في الفيديو اللي هو المجمع ده، وحطيته. انا عجنت الكفتة بتاعتي كويس جدا عشان تسمغ حلو، وكمان دخلتها الفريزر حوالي 10 دقايق او ربع ساعة عشان تتشمع كده واعرف امسكها واصبحها. يعني بص ما شاء الله اللهم بارك، طالعة تحفة يعني، ولا بتفك ولا بتتفرول ولا اي حاجة خالص يعني. انا كنت عجناها بمكونات يعني جديدة. هي ديت معمولة بلحمة، وعليها طماطماية هتستغربوش، وفلفل احمر واحدة، وبصلتين كده وفرماهم ناعم، ما صفتهمش من المية بتاعتهم ولا حاجة، عشان حطيت عليهم معلقتين او 3 بقسماط، فهو اللي هيشرب السوائل اللي موجودة في الحاجة ديت اللي انا حطيتها. ودي كفتة تعتبر يعني صنف جديد من الكفتة. احنا ما بنعملش الكفتة غير ببصلاية مثلا، تفل البصلاية والبهارات، لا فديت عليها كذا حاجة. انا مش انا اللي مخترعاها والله، بس انا كنت شفتها يعني في مرة من المرات وانا قاعدة قدام قناة
قناة من قنوات الطبخ على التلفزيون، ومتهيألي كان الشيف محمد حامد على ما أتذكر. فهي مش بتاعتي، ولكن هي حلوة أوي أوي. تنفع عجينة للحواوشي، تنفع عجينة للكفتة، تنفع عجينة للبرجر، سواء فراخ أو لحمة ممكن تعملوها بالطريقة دي. بعد كده جمعنا صينية شيك أوي وجميلة من اللي بتتقدم في المطاعم، وحلوة أوي أوي ما شاء الله اللهم بارك. اتفرجوا بقى على الفيديو، خشوا على الوصفات وصفة وصفة، واللي تعجبها بقى أي وصفة يا ريت تحطي لي اللايك. ادعوا لي. ربنا يا رب يبارك في أعمارنا ويشفينا ويوفقنا ويرزقنا يا رب جميعا من حيث لا نحتسب. صلوا على النبي واستغفروا ربنا. أشوفكم في فيديو جديد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.